اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد أجمعين. صباح الفل عليكم، جايلكم فيديو جديد ويوم جديد. ربنا يجعل أيامكم كلها خير وبركة ورزق إن شاء الله. تعالوا نعمل بقى المكشكشة اللي قلب الدنيا. سألت عليها، قالوا لي 300 جنيه. قلت ليه يعني 300 جنيه؟ ما نجيب لف الجلاش ب15 جنيه ونص كيلو لبن ونعمل أحلى مكشكشة. جبنا بقى هنا، عملنا الشربات. حطي كوبايتين سكر عليهم كوباية مية وعصرة ليمون. انا عملت كمية اكتر شوية عشان كنت بعمل نوع حلويات تاني. هنجيب بقى نص كيلو لبن، نحط عليه 4 أو 5 معالق نشا، معلقة كاستر، معلقتين سكر، نقلبهم على النار. يعني اعمليهم على البارد وقلبيهم على البارد وبعد كده ارفعيهم على النار. اول بقى ما ترفعيهم هيتقلوا معاكي، هتطفي عليه بقى ونركنه على جنب. جبنا بقى لف الجلاش وكنا سيحنا سمنة بلدي، ندهن الصينية بالسمنة وبعد كده نحط ورق الجلاش وندهن الورقة. كل ورقة ندهنها عشان يطلع معاكي مورق ويعني ايه، ومقرمش كده وحلو يعني. عايزه اقول لكم بجد من جمالها كلناها، ويعني تقريبا هم عايزيني كل يوم اعمل لهم منها. يعني اول ما خلصت سالوني عليها تاني، يا ماما عايزين تاني، يا ماما عايزين تاني. هي تستاهل ايوه وكل حاجه، بس مش لدرجه 300 جنيه يا جماعه يعني. هنحط بقى نص الكميه من تحت وبعد كده نحط بقى القشطه اللي احنا عاملينها او الحشوه اللي احنا عاملينها. في ناس بتعملها بالكاستر كده، وفي ناس بتعملها تحط لها كوبايه برتقان، يعني عشان اللون بس مش اكتر. يعني ممكن بدل ما تحطي معلقه كاستر تحطي كوبايه برتقان. تجيبي بقى بقيه اللفه من فوق تكشكشيها كده او تلميها كده ايوه كده، ورصيها بقى على الوش بتاعها. هي ورقه واحده بس، يعني تكشكشي ورقه واحده بس، عشان انا بصراحه قبل ما اجربها كنت مستغربه ايه ده، ورقه واحده يعني مش هيبقى طري كده مثلا او بتاع؟ لا، كشكشي بقى كده نص الكميه. طبعا ما كفتش معايا، جبت لفه تانية هاخد منها حوالي 5 ورقات. لو وصلت لحد هنا بقى ما تنسوش تحط لي لايك وشير وكومنت حلو منكم، بحب كومنتاتكم جدا جدا جدا. وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو انزله يوصلك. كده بقى خلصنا الكمية اهوت. هنرش برضو سمنة حبة محترمين كده على الوش، وبعد كده ندخلها الفرن على درجة حرارة 200. هنطلعها بقى، وبصوا القمر بقى ده، بصوا القمر ده، بصوا لونها عامل ازاي، تحفة تحفة تحفة، وطعمها كان احلى. الصينيه كانت سخنه طبعا، ما كنتش عارفه امسكها. بصوا بقى وبتزحلق كده في الصينيه، مش ماسكه يعني ولا حاجه. ده طبعا من السمنه اللي احنا حاطينها. كنت مبهوره يا جماعه بالنتيجه. هنجيب بقى الشربات بتاعنا ونسقيها، هي يعني الجلاش يبقى سخن والشربات بارد. سقي بقى كميه الجلاش بتاعتك على حسب بقى ما انت بتحبي الحاجه مسكره ولا لا. تحبي الحاجه مسكره زودي سكر، ما تحبيش الحاجه مسكره ما تزوديش السكر. وكفايه ان انت يا سكر اللي هتقومي وتتعبي نفسك وتعمليها، يعني ده كفايه يعني. هي مش متعبه خالص وسريعه وحاجه حلوه يعني، حلويات حلوه. عايزه اقول لكم احنا كنا الصينيه واحنا قاعدين، ما استنيناش حتى لما تبرد. صح يا يوسف؟ مش مجريه لكم الفيديوهات؟ الناس اللي بتقعد تقولي دعاء انت بتجري الفيديو واحنا مبنبقاش فاهمين حاجه. لا مش هجري الفيديو اهوت، واحده واحده. هقول لكم بقى السر ان المكشكشه وحلاوه المكشكشه دي في ايه، في الخطوه بقى اللي هنعملها دلوقتي.
ده بقى سر حلاوتها بجد. سر بقى المكشكشة في شوية السقسقة دولت. تجيبي بقى لبن اغليه على النار، وحطي بقى شوية لبن كده عليها في الطبق بتاعك. بصوا بقى هنا بوريكم هي كانت مورقة ازاي وكانت دايبة دوب كده ببعضها. هنا كان الاختبار الاول، كنت اول بقى مرة اكلها. عمالين ترند المكشكشة ترند المكشكشة، ايه يا جدعان المكشكشة دي؟ قلت لا لا، لازم يا بنتي يا دعاء قومي كده هاتي لك لف الجلاش ونص كيلو لبن وقومي شوفي الدنيا دي فيها ايه. بصوا والله العظيم نسيت ان انا بصور اصلا من جمالها ومن حلاوتها، وقعدت اكل مرة واتنين وتلاتة. آه لو وصلتوا بقى لحد هنا ما تنسوش تحطوا لي لايك وشير وكومنت حلو منكم، وحطوا بقى بقية اللبن عادي في الصينية هيبقى حلو زي الفل.